السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هشرح ليكم الدرس الأول وهو بعنوان الطاقة. فيلا بينا نعرف يعني إيه طاقة. وتعالوا بينا قبل ما نبدأ الدرس نفكر في حاجة بسيطة، وهي هل يتم تخزين الطاقة في الهاتف المحمول؟ أكيد طب لو بتتخزن إزاي؟ علشان نفهم ده محتاجين نعرف يعني ايه طاقة وازاي بنستخدمها في تشغيل الهاتف المحمول. فيلا بينا نعرف يعني ايه طاقة. الطاقة هي القدرة على بذل الشغل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حاجة بتتحرك او بتشتغل بتبقى محتاجة طاقة، زي مثلا الأجهزة زي التلفزيون او التليفون او المروحة علشان تشتغل بتبقى محتاجة للطاقة، والألعاب علشان تتحرك بتبقى برضو محتاجة للطاقة. والطاقة ليها صور كتير، بس النهاردة هنعرف بعض الصور زي الطاقة الضوئية والطاقة الكهربائية. والطاقة الضوئية اللي بنحصل عليها من الشمس أو المصابيح، زي مثلا نور الشمس أو نور لمبة الأوضة أو أي مصدر بيطلع ضوء. والطاقة الضوئية مهمة لحياة النبات، علشان النبات بيستخدمها في عملية البناء الضوئي علشان يصنع لنفسه غذاء، وكمان مهمة لينا علشان تنور لينا الغرفة وتنور لينا الكون. فالطاقة الضوئية مهمة. وتاني نوع من الطاقة وهي الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية بنستخدمها في تشغيل الأجهزة، زي ايه؟ زي التلفزيون، زي التليفون، زي المروحة أو أي جهاز بتحطيه في الفيشة، يبقى كده بتستخدمي طاقة كهربائية. وكمان الطاقة ممكن تتحول من صورة لصورة تانية. يعني ايه؟ يعني الطاقة مش بتخلص، الطاقة بتتجدد أو بتتغير. زي مثلا المكوى لما بنحطها في الفيشة بتكون الطاقة دي طاقة كهربائية، وبعد شوية الطاقة دي تتحول لطاقة حرارية. إذن الطاقة تحولت من صورة إلى أخرى، من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية. والطاقة الضوئية زي ما قلنا الشمس ممكن كمان تتحول لطاقة كهربائية باستخدام حاجة اسمها الألواح الشمسية. طب إزاي؟ الألواح الشمسية دي بتمتص ضوء الشمس وبتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية. والطاقة الكهربائية دي بتتنقل عبر الأسلاك وبنستخدمها في المنازل. وكمان الطاقة الكهربائية دي بتتخزن في الهاتف، زي مثلا احنا بنحط التليفون في الشاحن وبعد شوية بنقدر نستخدمه بدون الشاحن عادي. ونرجع بقى للسؤال اللي كان في بداية الدرس، وهو هل يتم تخزين الطاقة في الهاتف المحمول؟ وقلنا التفسير بقى ليه؟ لأن الطاقة الكهربائية بتتخزن في البطارية وبنقدر نستخدمها في تشغيل الموبايل. ويجي سؤال ويقولك التحويلات اللازمة لضوء الشمس لتشغيل الهاتف المحمول. ايه هي التحويلات اللي بنستخدمها لضوء الشمس علشان نشغل الهاتف المحمول؟ تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية المتصلة بالهواتف. وكمان الطاقة بنستخدمها في تشغيل الألعاب، زي مثلا السيارات اللعبة والشاحنات اللعبة والطائرات وأي ألعاب بتتحكم فيها عن بعد. طب إزاي الطاقة بتشغل الألعاب أو بتحركها؟ في كل لعبة بيبقى فيها بطارية، البطارية دي بتستخدم كمصدر للطاقة. لما بنشغل اللعبة الطاقة المخزنة في البطارية بتتحول لطاقة كهربائية، والطاقة الكهربائية دي بتتحول مرة أخرى لطاقة حركية، وبكده تقدر اللعبة تتحرك.
وكمان الطاقة الكهربائية دي ممكن تتحول لطاقة صوتية أو طاقة ضوئية، زي لما بتسمع صوت في اللعبة أو بتشوف اللعبة بتنور. فيبقى كده ازاي اللعبة بتتحرك أو بتطلع صوت أو بتطلع ضوء؟ ده عن طريق ايه؟ عن طريق البطارية، بتبقى فيها طاقة مخزنة بتتحول لكهربائية، والطاقة الكهربائية دي ممكن تتحول لطاقة حركية وطاقة صوتية وطاقة ضوئية. ولو كمان البطارية دي فضيت ممكن نشحنها أو ممكن نستبدلها ببطارية جديدة. سؤال أكمل: تتحول الطاقة الكيميائية المخزنة في بطارية اللعبة إلى طاقة نقط. تتحول الطاقة المخزنة في البطارية إلى طاقة كهربائية، وأثناء تشغيل اللعبة تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة نقط إلى طاقة حركية. فإذا البطارية فيها طاقة مخزنة تتحول لطاقة كهربائية، والطاقة الكهربائية ممكن تتحول لحركية أو صوتية أو ضوئية. والطاقة تستخدم أيضا في مهمات الاستكشاف، فكوكب المريخ بعيد جدا عن كوكب الأرض بحوالي 54 مليون كيلو متر، وده بيخلي استكشافه صعب. طب ليه استكشافه صعب؟ لأن المركبات الفضائية بتاخد حوالي 6 أشهر للوصول لكوكب المريخ. وتاني حاجة بسبب صعوبة إرسال البشر، بسبب مدة الرحلة الطويلة والمخاطرة بحياة البشر. علشان كده العلماء بيستخدموا المركبات الفضائية والروبوتات بدل البشر. والمركبات دي بتتحرك وبتشتغل باستخدام الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية بتتحول لطاقة حركية علشان المركبة الفضائية تتحرك. والطاقة الكهربائية كمان بتشغل الأجهزة والكاميرات والاستشعارات. وفي بعض المركبات الفضائية بيبقى فيها ألواح شمسية علشان تمتص ضوء الشمس وتحوله لطاقة كهربائية. وكمان بيبقى فيها بطاريات طويلة المدى علشان تشغل المركبات لفترة طويلة، وده بيخلي العلماء يقدروا يستكشفوا المريخ من بعيد بأمان وبكفاءة. وفي سؤال صغير: من أين تأتي الطاقة التي تعمل على تشغيل المركبات الفضائية على المريخ؟ الإجابة من الألواح الشمسية والبطاريات طويلة المدى. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، وعرفنا ان الطاقة هي مقدار الشغل ومن خلالها بنقدر نتحرك وبنكون بأي نشاط. وعرفنا كمان ان الطاقة أنواع: طاقة ضوئية وطاقة كهربائية، والطاقة دي كمان بتستخدم في الألعاب وكمان في مهمات الاستكشاف. وبكده نكون خلصنا درسنا الأول، وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من الدرس، ونشوفكم في درس جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر.